ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية كان لها سبب نزول. رجل كبير في السن كان يسكن في مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لكنه لم يتحمل برودة الكفر في مكة، وبيتخيل الصحابة وكيف يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يصافحون وجهه كل يوم. لم يتحمل أن يعيش في مكة، فخرج من مكة إلى المدينة، ومن مكة إلى المدينة قرابة 450 كيلو متر. هذا رجل معذور عذره الله عز وجل لكبر سنه. وبينما هذا الرجل يسير في الطريق بعدما قطع مرحلة منه إذ أدركته الوفاة، وشعر بدنو منيته وأنه سيموت. فماذا فعل هذا الرجل؟ ضرب كفا بكف وقال اللهم هذه بيعتي لك. وضرب كفه الأخرى وقال اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزلت الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.